انت اللي هتغني يا منعم. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع من موضوعات جماليات الصورة السينمائية. هنشوف النهاردة مشهدين، منهم واحد بيعتبر من أجمل مشاهد السينما المصرية. المشهد ده من فيلم شارع الحب. الفيلم إنتاج سنة 1959 وإخراج عز الدين زوزو. المشهد كان في نهاية الفيلم أبطاله كانوا الممثل الكبير حسين رياض وعبد الحليم حافظ وصباح. وقصته إن حسين رياض جه لإنقاذ حفلة عبد الحليم على الرغم من إنه ممكن يتقبض عليه لأنه كان هربان من البوليس. ودي أهم لقطة في المشهد. تعالوا بقى نحلل اللقطة اللي احنا شايفينها دي ونشوف. هنلاقي حسين رياض على اليمين متصور تلات ارباع فيس. تلات ارباع فيس يعني تلات ارباع وشه بس اللي باين والربع مختفي. وعلى الوش هنلاقي إضاءة خافتة وظلال تحسسك إنه جاي من الماضي، وده بيدينا إحساس بمعاناته طول سنين طويلة. أما عبد الحليم فمتصور على الشمال في شكل البروفيل، يعني نص الوش بس اللي باين. وبالنسبة للإضاءة فتقريبا إضاءة معدومة على وشه، وده مخليه أقرب لتصوير السيلوات. وده بيدينا إيحاء الحيرة والقلق والخوف، سواء على مصير أستاذه أو حتى على مصيره هو. أما صباح فموجودة في الخلفية متصورة فيس كامل، يعني الوش بالكامل واضح، ده غير وجود إضاءة قوية وفاتحة على وشها. وده عشان يوصلنا إن صباح هي المستقبل والأمل بالنسبة للبطل. يعني اللقطة اللي احنا شايفينها دي فيها 3 أوضاع تصويرية: تصوير تلات ارباع، وتصوير بروفيل، وتصوير فيس كامل. وفيها 3 أنواع إضاءة: إضاءة خافتة، الظلال، وسلويت، وإضاءة عالية. كل ده في لقطة مدتها مش أكتر من 30 ثانية.